تتمسح. سوالفك الحين صارت بكل بيت. الله يكرمك الله يجزاك. يقولون مسروق. هذه قوية. والله يقولون خذوا منك 700 درهم. مو بيقولون جد يعني. اي قالوا وصدقوا. والموضوع جد يعني. وصدقوا فيما قالوا. اي والله يا ابو ابراهيم. اي والله. تمت هم ناس يمكن انهم شافوا المفريد الامريكي كيفيه سرقه البنوك. لا تخاف. ما تعرف الامريكيه تعرف جنب كيف تسرق بنك وكيف تسوي اختلاسات وكيف وظهرهم شافوا الامريكي طبقوا علينا. صرت الضحيه انا. هذا صدق السالفه يعني. جد والله. اي صدق. خير ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ما من خير. والله ابشرك تو والله واحده زهمت علي والله ما اعرفها من قطر وزاموا علي من الامارات. زهم علي قبل امس الله يجزاه خير احد المسؤولين هنا كل ندعي لنا والله لا شيبان ولا عجاز حتى خبرك نودي احنا عمال للعمره. ما شاء الله دراهم ابو عبد العزيز. دراهم ما شاء الله. لا والله ما يمكن والله ايش دعوه. تفطير صحيح. لا صحيح وجزاه خير صدق يعني احنا مشكله اذا قرب رمضان اكرمكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. اذا قيل لكم ولو ترى جاء واحد هنا يجوز. لا ما يجوز. هنا ما الكاميرات يعني. لا اي ولا في الشرع يجوز. يخاف واحد يسمع حسب فتوى. لا ايه انا قصدي في نظام الكاميرات. تعال لا تروح. اي ايش كنت تقول يا ابو ابراهيم؟ تفضل تقول يعني فلوس. اي قبل رمضان غالبا من كم سنه الحمد لله من يوم الله يرحمه توفى الشيخ العثيمين. الله يرحمه. وصرنا نفطر بمكه في مساجد مكه ونودي عمال عمره من الوافدين من اخواننا الهنود والبنغاليه والمصاريه الذين لا يستطيعون هذا العمره. تعرف العمره 200 300 ريال 280 170 على حسب الاسعار. فاذا كان هو زوجته وعياله معروف يا شيخ تقول الامور. فالحمد لله عندي حساب للصدقه وحساب للزكاه وحساب اصلا من العام. تذكر العام يوم نحجج انا الحمد لله حججنا فوق 1000 عام 1080 عام الحمد لله رب. لا للغير السعوديين. الحمل اللي عندي لغير السعوديين الوافدين. لا مع بطاقه وهذه. انت عارف العامل ما يقدر صح لا يا ابراهيم؟ يعني انتم تعرفون حملات واغلاء اسعارها ما تعرفون؟ نعم صعب ما يقدر. انا الحمد لله تكفلت في الاخوه الوافدين اللي في بلادنا في مدينتنا عنيزه والحمد لله يعني مشت المساله وصار بعض الاخوه من الرياض ومن القصيم ومن جده ومن الجنوب من عندكم اللي يحجج 10 واللي يحجج. ما الفت قصيده على السرقه هذه. الا والله ما القصيده ذي. ايش يقولون؟ والله بحياتي ما نظمت بيت شعر بحياتي. ولا اعرف اشعر بس هي اول مره حتى يقول لي نائب مدير الشرطه ابو علي التركي جزاه الله خير من رتبه عقيده عندنا في عنيزه ابو علي التركي يقول عبد العزيز عدد انت فهلوي ما شاء الله عليك واللي يسمعك في التلفزيون وفي الراديو وين دخل واحد منه. قلت والله يا اخوي ابن عباس قال مره في مجلس ان الهدهد لا يمكن ان الهدهد يرى الماء في تخوم الارض. يرى الماء في تخوم الارض. فقال رجل يا ابن عباس شلون يرى الماء في تخوم الارض والشبكه تعرف الشرك يقع فيه ينصاد. فقال ويلك يا رجل اما علمت انه اذا نزل القدر عمي ايش؟ البصر. اما علمت انه اذا نزل القدر عمي البصر. فانا كلمني بكل براءه كلمته. السلام عليكم. وعليكم السلام. معك عميل التميز في بنك كذا كذا. بنك عبيد ولا زيد عشان لا احد يزعل علينا. كان زيد وعبيد زين هذه صح؟ حياك الله. لا الحقيقه بعد مو كلمني قبل كلم ام عبد العزيز زوجتي. كلمها كانت جنبي ايه قال الاخت امل عقله محمد العقله زوجتي. قالت نعم هي حد عارف اسمها. قلت نعم. قالت لي نعم. قال احنا عميله التميز مسوي تحديث معلومات في بنك كذا وكذا تلك حسابي. الغريب في السر ان زوجتي الرقم جوالها اللي في الملف حقها مو باسمها. خطيره ذي ترى خطيره جدا يعني كيف مو باسمها باسم ولد اختها اسمه عبد الرحمن. وكيف عرف ان الاستاذه امل عقل. هي قالت انا ما اكلم الرجال خذ الرجل يلي بجنبه. قلت اخوي الله يجزاك خير انا مسافر ومشغول كان تبي ضروري. قال لي حتى انت بحدثك معلومات انت يا اسلام. انا قلت نعم. قلت خلاص خذ جوالي اعطيته 0505 144 100 بكل براءه. حبيب انا حبيب والله انا حبيب. وطلعت ماشي ولا مشغول وراي محاضره في قطر. اليد الامر اللي مسكني فيه ذكي وتحس انه شبكه فعلا نسال الله ان يحافظ عليهم الداخليه يقولون من صاحب السمو البرنائي في الاصغر عسكري. نعم. اي والله. فقال لي يا اخي احنا تعرف احنا ربوع بكره خميس وجمعه ولازم نعطل كل بطاقاتك لازم تبي تعطل. يوم قال لي تعطل بطاقه ولا جاي رساله اصلا من الجوال حدك الائتماني انتهى. لازم ما سجل البطاقه. وبعدين الجو يعني صدري قلت يا اخوي ما يصير كذا. قال ابدا خليك انا مخصص لك انت عميل تميز انا مخصص لك. قام قال لي كذا اي والله يعني الحقيقه كنت السياره كنت السياره قاعد كذا قلت كذا. قال مخصص لك انت عميل تميز انا مخصص لك.
قلت طيب وشلون قلبت؟ عطنا كل معلوماتك وكذا وحدث المعلومات واحنا في خدمتك يا شيخ، انا متخصص انت تحمينا وتميز. ولا عليه لسان ما شاء الله تبارك الله. قبيله كامل والله وش قبيله؟ قبل قبيله وشركه. الشاهد اعطيت المعلومات يغفر لك الله. وبعدين اتصل الساعه كم؟ الساعه 3:15. الساعه كم مسك البنك؟ 4. لا قبل الصلاه 3:30. البنك 3 حتى ما يبدي يروح البنك. ويوم ربوع قلت خلاص سم واعطيه كل شيء. يقول لي واحد الله يهديك كل شيء. قلت والله لو سالني عن رقم الفنيله لا اقول له اكس 8. والله لا اقول له اكس 8. على نيتي. لا ترى يا اخوان ترى كل انسان ينظر بعين طبعه صح ولا؟ ابراهيم اسالك بصراحه الحرامي ايش ينظر الناس؟ ويسرقهم حرام حراميه. اذا صاروا حرامي يشوف كل الناس حراميه صح؟ يقول يا اخي الناس تسرق واحنا نسرق حتى تسمعون كلامه. يقول يا اخي ليش ترتشي؟ قال كل الناس ترتشي. هو كذاب هو المرتشي صح؟ دائره حكوميه قاعد يرتشي. تقول يا اخي جانا خبر انك ترتشي وهذا ما قال يا حبيبي كلنا نرتشي صح لا يا شيخ الله؟ قال يرتشي لانه يرى بعين طبعه. انا ما توقعت ولا 0% اني بختلس بهالطريقه. ما جاب بالي والله. اي والله اعطيته ارقام ومشيت. يوم قبل رمضان ومن رجعت اول رمضان فطرت ديالي ورحت الربوع اول يوم وثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم وخامس يوم. رحت البحرين رحت قطر رحت الامارات. تعرف كل سنه اشارك بمخيم محمد بن راشد احمد بن راشد المكتوم في دبي في خيم الطوار واشارك بمهرجان البحرين والدوحه كذلك. رجعت يوم 6 ولا مطلع 3 باصات للعمره هو رمضان. ولا مفطر بمسجد البديوي بمكه ومسجد الدكتوره عصام هاشم الجفري ما شاء الله عميد الدراسات العليا في جامعه ام القرى ورجل فاضل. ولا كلها 14 مساجد نوكل فيها. وطبعا يبغون ايش؟ تحول لهم قروش وشيكات. والمطعم طبعا مطعم ولد الشيخ الله يرحمه محمد صالح عثيمين. تعرفون عبد الرحيم العثيمين؟ عبد الرحيم تعرف انت جيت عنده في الاستراحه. كتبت الاخ هشام وراح يصرف دق علي في المسجد قاعد الساعه 1:30. كيف ديت انت 4 شيكات اللي اعطيتني 3 شيكات حقت الباص قبل رمضان و3 ترى ما صرف الا واحد 8000. يا اخي مو معقول يا اخي انا عارف حسابنا حساب الحج الحالة العام الحمد لله حججنا وزاد 246,000. وسالت العلماء المشايخ قالوا خلنا للسنه الجايه هذه 2011 حق 2010. حطيت على جنب ما قربت محرم. المحرم ما فتحت الحساب ده. قال لا مسحوب تعال شوف ما في. جيت له والله فلان بن فلان بن فلان اسمه رباعي. اسمه اللي ساحب بعد. اللي ساحب التحويل. إيه البنك لازم يعلمونك من اللي ساحب منك صح؟ طبيعي هذا اي بنك تجي اي بنك مره واحده كلها. وهذا شافط 100 هذا شافط 50 هذا شافط 20 وهذا شفيق خان وهذا محمد امان يعني مشكلين وافدين ومن كل الاسماء. يعني ما في لا وافدين من البلد ولا اهل البلد يعني سعوديين وافدين. لا والله سامي ضاق صدري انا طبعا 60 70 ناظر. انا قلت يمكن يسحبوا 100 150 200 300 400. انا خفت على نفسي طبعا الانسان مهما كان بشر والمال حق الناس مو سهل. انا لي حساب طبعا حسابي الخاص حق الاهلي على قول المصريين مو بالاهل البنك الاهلي يعني فاميلي. يخاف البنك الاهلي يقعد يزعل علينا. انا اقصد الاهلي يعني اهل ماي فاميلي ماي فاميلي مو البنك الاهلي. يقول حتى على قولهم تحويشه العمر على قول المصريين حاطه ولا داعي على 4 حسابات كلها. انا ويفتح خوينا الاخ ابراهيم زخير يفتح لي الشاشه يقول طيب هذا تعرفه حميد؟ قلت والله ما اعرفه. هذا خالد؟ قلت ما اعرفه. هذا زين خان؟ ما اعرفه. ولا ساحب 600. انا طبعا قعدت على الكرسي. والذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا راجعون. تخافون يوم جت الاسهم من اول نزلت كيف اللي جو جلطه واللي جو كذا واللي جو وخفت وشفت نفسي بديت ارتعش. صحيح انا انسان بشر مهما كان هذه مي سهله اي انسان مو بس انا اي انسان. هو الرسول يوم دخل على ام سلمه وضج ناس في البيت وهم صحابه صلى الله عليه وسلم لا تؤمنوا لا تقولوا الا خيرا ان الملائكه تؤمن على ما تقول قولوا انا لله وانا اليه راجعون. قعدت اقول انا راجعون من الساعه 2 الا ربع تقريبا 2:30 وانا قاعد على الكرسي ما اقدر اقوم من الوحشه والخوف. صح. بس استرجعت ومن عاد بدأوا البنوك جزاهم خير المسؤولين اللي في البنك يجتهدون. اول شيء وقفوا الحسابات لانه قبل لا اجي بساعه ساحب 100,000. قبل لا اجي بساعه ساحب 100,000 عن طريق فرع بنك هنا لهم في الرياض. ساحب 100,000 قبل لا اجي يعني زور توقيع بالمنظمه عن طريق الانترنت. انا مو اخذ معلوماتي كل شيء. انا عادي يوم دخلت هالخضم ودخلت هالمجالس وصرت على قول عبد الحليم الله يرحمه اقول امين مسلم ترحم عليه. عبد الحليم يعني صرت انا قصتي بين الناس دائره يعني صارت قصتي بين كل الناس يتكلمون عن سليمان الجبلان لا بريده ولا بعنيزه ولا في الرص. ويوم جيت الرياض قبل البارح ولا كل حتى في الكويت زي علي الدكتور علي العجمي وحتى في دبي يزهموا علي. استغربت
كنا صرت قصتي بين الناس، صرت مثل عبد الحليم يقول موال وقصتي بتنقال للناس والعاشقين. هذه مشهوره كنا متوسطه كنا نسمعها احنا في ثاني متوسطه نشر اغاني عبد الحليم. انا قلت مو موال محتار وقصتي بتنقال للناس والمسلمين والمحبين كله صار يرجع علي، حتى والله يسلمون علي فعليا اذا ادخل مثلا اشتري خضره في السوق ولا هذا صحيح ابو عبد العزيز. حتى يوم دخلت عندكم شغل الله هنا تحت اول مسكني دخلني تحت قال لي صحيح وبعدين انسرقت. قلت والله اسمي غرم يا شيخ. غرم جزاك الله خير. احد الصحف يا شيخ، احد الصحف ايه نزل المقال ومعلق كذا كاتب والله ما انت بسهل الجبيلان. اي قالوا هذا الرجل جبيلان صار من اصحاب رؤوس الاموال. تعليق فهمتني، لكن الصحيح الله يجزاهم بالخير ما طلع. اذا انا بالعكس انا قلت لك هذه الاموال طبعا بالنسبه لحسابي الخاص هذه تعويشه العمر، لان قست عمري على عمر الرسول. كم عمر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ 63 عمري تقريبا الان بها اربعينات وهذا ليمون. هي ليمون تهدي الاعصاب شوي. اي والله هدي الاعصاب. عندنا السمان خبيرين حقيقه، وانا ما احب يعني الشيء اللون اللي يذكرني دائما الكاكاو ما احبه. بسم الله. زين طيب اهم شيء رجعت. انت السالفه لك ليش؟ ها؟ انت السالفه لك كذا؟ لا ما انت خليني اكمل لك. وش كنت اقول انا قطعوني نسيت. فانا زي ما يلحقونك يقول لك انا اجيب لها الفلوس رجعت لك ولا لا اصبر يجيك السالفه عاد. لا انا كنت اقول كلام فعنيزه تقول يلحقونك. سالني ليه قال لي ان فلوس يعني صار مو بسهل عنده فلوس، وفعلا حتى علي العجمي بالكويت وكثير اخوه قالوا عبد العزيز الناس يقولوا كنت واحد يعني مثلي انسان له سنين في الدعوه صح، ونروح لاماكن نروح. نذكر اول رحله لنا 1400 وتقريبا 13 باللغه العربيه 13 بعد 400 الف يعني قبل كم سنه يا شباب؟ 19 صادقين في الرياضيات كلكم 1413 يا اخوي. 13 19 سنه 19 حط 7 غلق 20 و10 لهم 19 سنه يا شيخ. 19 صادق ابو بشت الله يجزاك خير. بشتغل بشت الله من يجزاك بدري جبناها لك يا شيخ. 19 سنه زين. فاعطوني ناس اذكر من ذاك الوقت انا والدكتور خالد الدائري اذكر وبشارع ويران حق الهلال ومحيسن الجمعان والاخوه ذاك الوقت اعطونا بعض الاخوه بعض يعني المال، وصرنا نروح بعض الاماكن وبعض الهجر نطعم الناس يعني الحمد لله الناس عارفين زي ما جبنا من شو. فعندي حسابات حقتها الصدقه. لذلك انا وش تقول الوالده الله يمتع بها تقول هذول ما يخافون الله يسرقون حق الضعف والمساكين. اي والله. ولا وبعدين عاد كملت امي الله يخليها حقت وليدي ضعيف المساكين. اي لان هي عذاب. انا اقول لكم قست عمري بعمر الرسول صلى الله عليه وسلم عمره 63 وانا يعني في الاربعينات. واذكر كلام ابن الامام النووي غرم انا ما ودي اختم اسمه غرم. تذكر كلام ابن النووي يقول كان الصحابه اذا وصلوا 40 تفرغوا للدين. وفي الدرس الشيخ عثيمين يشرح شرح رياض الصالحين بعد العصر فانا اقول كيف يتفرغ للدين وعنده عيال صح وعنده دكاكين. فانا عديت 40 الحمد لله ولدي كبر وزوجته تعرفون عبد الحمد لله وصار يقوم على هلا ولدي احمد كبر. قلت ما تفرغ للدين وعندي دكاكين ولازم اتفرغ ايش؟ للدين ولا للدكاكين؟ نعم. من اتفرغ؟ الدين الدعوه ولا للدكاكين؟ لا والله الدعوه. وين ما قدرت؟ خليك اعطوا ولدك الدكاكين. سدد وقارب. لا وحتى مشكله الدكاكين صاروا تعرف انا محلاتي كلها ادوات حريم كرم الله يعني كلها احذيه نسائيه وبكلات وكسوارات يعني متخصص برجول الحرمه وراسها. فالحريم يجون انت بسهل يا شيخ. ايوه فالحريم يجوني ومن طيبه يجون من الرياض زوار ومن الدمام العنيزه ديرتنا خصوصا رمضان ومن يدخلون علي تكفى يا شيخ تكفى اكتب العيال يحبونك بالشرقيه يكتب لهم يسمونه المصريين فوتوغراف صح؟ تلغراف صح؟ توقع لهم. اي اكتب الحمد لله على اسال الله يشب يا اولادي تحب صار دكان ما هو بيع شراء. وشاورت بعض المشايخ قلت والله يا شيخ انا مشكله الان صار دكاني كله الناس زحمه علي يقولون على سوق مثل سوق البيك تعرفون البيك كمية الزحمه صح؟ رقم 2700 2700 فالناس يقولون لا بيع هم ويشو؟ توقيع في المجتمع والاطفال الصغار يجون صحيح يجوا محبين انا ما الومهم يعني انسان محب لك لازم تعطيه وجه. نعم. فصرت محتار ما بين الدكاكين والناس وايش؟ وجهد الدين. قلت تدري ولد خلنا نشوف ابيع الدكاكين وشوف تسوى واقيس عمري واقول مثلا اصرف سنويا 50,000 50,000 يكفيني مصروف 50,000 ابى اعيش 15 سنه اضرب براعي البشت 50 في 15 نشوف انت جيد في الرياضه في الله. طيب خلاص 750,000 مثلا زين ها ابو سيف جيد ما شاء الله بالحساب. من الجيد في الرياضيات من هم؟ ابو سيف خالد ثبيت عندك طال عمرك. اي والله. طيب يوم ويومين وجمعه وشهر وشهرين غابوا عن الدمع كم هذه الايام؟
يوم ويومين وجمعه وشهر وشهرين ضابط انا عده مو تقول جيد في الرياضيات خلاص تملك واعطيك 100 ريال عبد الكريم لا من جد والله هل هو مو تقول جيد في الرياضيات خلص مره احنا صغار 5 دقائق يشغل الراديو